السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل تورتايه، عندنا مناسبة عيد ميلاد. هنعمل تورتايه مع بعض، وان شاء الله تكون الطريقة سهلة وبسيطة كده عليكم وتعجبكم بإذن الله. انا معايا هنا، انا هشتغل بالدقيق العادي. اوكي، يعني انا هعمل التورتيه النهارده مش بالدقيق الاسبونج، هعمله بالدقيق العادي اللي هو مكونات احنا ذكرناها مع بعض قبل كده، بس عادي هنقولها تاني مفيش مشكله. عندي هنا الاول انا عندي هشتغل في صاج، يعني انا هعمل التورتيه مربعه. تمام، في صاج 40 في 40. تمام، هعمل نص شوكولاته ونص فانيليا. انا بقول لكم عشان يعني تبقوا عارفين انا بعمل ايه، وانتوا طبعا هتشوفوا معايا. تمام، عندي هنا بيضتين، بسم الله. البيضتين هنا انا هضيف عليهم مج سكر او مج الا كده. تمام اهو، انا بحط المكونات كلها مع بعض زي ما احنا عارفين. حطينا السكر يعني بمقدار معلقه خل. طبعا انتوا عارفين يعني انا بحط بالازازه، انتوا حطوا بالمعلقه، انا عارفه المقادير بتاعتي ايه. تمام، نحط كمان هنا كوبايه ميه. انا عايزه العجينه معايا او الكيكايه معايا تبقى مرنه شويه، فزودت شويه ميه. تمام، معلقه فانيليا سايله. دي كانت المكونات السايله معايا. تمام، هركنها كده على جنب. وعندي هنا 170 جرام من الدقيق العادي اللي هو متعدد الأغراض منخول. تمام، وهنا عندي 55 جرام من النشا، 55 جرام من النشا بضيفهم كده على الدقيق. معلقة بيكنج باودر. تمام، وبقلبهم كده ايه مع بعض. بنزل بيهم كده على المكونات السائلة اللي عندي. تمام، ومعاهم المحسن الجل. طبعا احنا عارفين ان المحسن الجل ده مفيش غنى عنه، ده الساحر بتاع الكيك. تمام، تمام كده، فضي الكيس كله. خلاص كده انا حطيت المكونات كلها مع بعض. هضربهم مع بعض كويس.
الخليط بتاعنا كله كده، شايفين؟ انا هحطه في نص الصاج كده، تمام. يعني هعمل الصاج نصه فانيليا ونص شوكولاته. اسويه كده في نص الصاج. لسه في طبعا شوية في الحلة بتاعة العجان هناخدهم برضو. وممكن عادي نكمل عليهم. انا عايزة يبقى النص بالظبط كده. كده النص بالتمام والكمال. شايفين كده بالظبط. نركنه كده على جنب. نجيب الحلة بتاعتي هنا. انا هعمل مقدار تاني فانيليا علشان الصاج التاني، لان التورته هتبقى صاجين، تمام زي ما هتشوفوا معايا. طيب معايا هنا بيضتين. بسم الله. ما شاء الله البيضه طلعت بصفرتين. كده كده الميه عندي هنا، السكر، الخل. المفروض كده نبقى حفظنا المكونات. الفانيليا،
كده. ومحسن الجل. تمام، هسيب ده كده على جنب. ونخلط المكونات. 170 جرام دقيق منخول كويس، 55 جرام من النشا، معلش. نقلبهم كويس كده، وننزل عليهم بالبيكنج باودر. نروح حاطينهم مع بعض كده. تمام. انا كده عملت الصاج نصين، نص شوكولاته ونص فانيليا. معلش انا اسفه طبعا انا اختصرت في الفيديو، لان الستاند او الرينج لايت اللي بصور بيه اتكسر، ف يعني الفيديو مش هيبقى شرح تفصيلي طبعا. انا اسفه، معلش. انا اسفه جدا على الفيديو بتاع التورته، ما عرفتش اصور وانا بزوق، لان الحامل او الرينج لايت اللي انا بصور بيه اتكسر والموبايل وقع وكده، ف ما عرفتش اصور بصراحه. ده شكل التورتيه بعد ما خلص اهو. ايه رايكم؟ نص فانيليا ونص شوكولاته زي ما قلنا. تمام. والله بالاضافه ان انا تعبانه جدا جدا فعلا، فانا حتى حاسه ان الشغل طالع مش قد كده. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، ومتنسوش اللايك والمتابعه. السلام عليكم.